السلام عليكم متابعيني الكرام. بص يا ست الكل، لو حضرتك ما بتعرفيش تعملي تورته او الكيكه السبونج هخليكي محترفه جدا. دي اسهل تورته على الاطلاق، وطبقات وبتدوب في البق خيال علمي، وهتبقى ما تخليكي بعد كده تبقي محترفه في عمل التورت. واحده واحده معايا. احنا هنعمل كوبايتين من الدقيق زي ما حضرتك شايفه كده، هنحط عليهم معلقتين من النشا، وهنحط كوب من السكر، وهنحط كمان معلقه من محسن الجل بيتباع في السوبر ماركت او محلات المستلزمات الحلوانيه، ونص كيس مش الكيس الكامل بتاع الكيك شيف، واربع بيضات بدرجه حراره الغرفه، ومعلقه من الفانيليا السايله، ومعلقه من الخل. المقدار اللي قدامكم ده يا جماعه انا هعمل صينيتين، حاطين كوبايه ميه. تمام. لو هتعملي صينيه واحده، لو حضرتك لاحظت كده ان احنا حاطين 6 بيضات، لو صينيه واحده يبقى 4 بيضات. بس انا بقول ببقي اهو، وبقول عشان تتبعي خطواتي واحده واحده. ضربناهم بالمضرب لمده لا تقل عن 10 دقائق لحد لما العجين او الخليط الكيك بقت تتحولت للون الابيض. نزلت بيهم في صينيه مدهونه سمنه، وبظهر المعلقه او الاسباتولا تفرديها كده. طيب هندخلها الفرن. في الفرن بتاعي انا 30 دقيقه، درجه حراره كام؟ 200 على الرف الاوسط. بنعملها اختبار بالخله طلعت نضيفه. طب الفرن بتاعك ممكن ياخد 35 او 40، يبقى هتعملي اختبار وتشوفي استوت ولا لا. انا هعملها بالمانجا، احشيها مانجا. جبت مانجا وقشرتها وقطعتها مربعات زي ما انت شايفه بالمنظر ده كده، وكمان خدت مانجايه عصرتها في الخلاط عملتها بيوريه. يبقى انا كده حطيت ايه؟ مانجا متقطعه على مانجا بيوريه. دي حاجه من عندي عشان احنا بنشتغل في تورته وكيكات جيرو، اسمه جيلو مانجا. خلاص كده. طب ده بيعمل ايه؟ ده بيدي لمعه وبيخلي المانجا ما تسودش مني. وانا عايز اقول لك ان الطريقه دي في التورته والكيكه والله ما بتقعد في التلاجة، هي يوم يعني بتتاكل على طول. بقى بص، الكريم شانتيه، كوبايه كريم شانتيه عليهم معلقه من الباستري كريم، وده مش اساسي. طب انا ليه حطيت باستري كريم؟ عشان انا هعمل كريم شانتيه بميه، والميه هنا مثلجه. طب ينفع اعملها بلبن؟ هو في الاساس بيتعمل بلبن، وهنحط معلقه من السكر. لو عملناه بلبن يبقى كبر دماغك من الباستري كريم. هنضربه بالمضرب الكهربائي لمده لا تقل عن 7 8 دقائق. لقيناه تقل معانا هنزود لبن او نزود ميه، اهم حاجه ايه؟ تكون مثلجه. خلاص كده عرفت ان حطيت لي باستري كريم عشان انا عملت بايه؟ بميه. بصي طلعت من الفرن، سبتها لما بردت قلبتها. بصي ما شاء الله تبارك الله عامله ازاي، حاجه تحفه خيال علمي. هتقسمها بالمنشار. طب انا ما عنديش المنشار، بسكينه مشرشره اتقسمت نصين. هنيجي بقى في الصينيه اللي احنا سويناها، حطينا القعده بتاعتنا ونص تاني ركناها على جنب، عشان تخلي بقى التورته او الكيكه تدوب في بقك تختفي كده. نعمل ايه؟ نسقيها بلبن عليه معلقه من السكر. خلاص. وبالكريم شانتيه هنفرده كده بالكيس الحلواني. ما عنديش كيس حلواني يا ستي، بالمعلقه وشغال على طول. احنا بنعملها في صينيه، فاحنا ان شاء الله باذن الله الخطوه اللي جايه لما تعمليها بقى من غير صينيه تبقي تستخدمي ايه؟ كيس الحلواني. وحطينا الحشوه في النص ايه؟ حطينا الحشوه في النص طبعا مانجا. طب لو انت عاملاها بالفراوله يبقى الحشوه في النص فراوله. بالفواكه مجففه يبقى الحشوه في النص فواكه مجففه. ونزلنا بايه؟ بالجزء الثاني برضو هنسقيه باللبن. بعد ما سقيناه خالص نزلنا بالباقي كريم شانتيه، وافردي بقى كده وبظهر المعلقه جلسي. لو عندك زي هنا كده سكرابر تفردي كده واحده واحده لحد لما تبقى متجلسه معاكي. الجو ساقعه هيساعدك كتير قوي ان انت الكريم شانتيه ما يسحش منك وتفرد معاكي وتبقى زي الفل. امسحي بقى الحواف بتاعه الصينيه. خلاص. وبعد كده يعني سويها كده وبقت حلوه. هنبتدي نفرد على الوش ايه؟ الفاكهه بتاعتنا. احنا عاملين بمانجا يبقى نحط مانجا، بفواكه مجففه يبقى فواكه مجففه. خلاص. في التلاجة ساعة. وانا بقول لك اهو والله العظيم ما هتكمل معاك اليوم. يعني انت لو ست عامله رجيم هتاكلي نص الصينيه، لو مش عامله رجيم زي انا كده هتاكلي الصينيه كلها، لان هي فعلا بتدوب ذوبان وطعمها خطيره جدا. دي تورته في الصينيه بتاعه الفرن زي ما انت شايفاها، اسهل بكتير جدا، وهيبقى ما تخليكي تبقي محترفه في عمل التورت والجاتوهات.